حاسس ان الانجليزي مش داخل دماغك مهما حاولت، وكل مره تبدا تذاكر تزهق وتوقف؟ خد نفس عميق كده وركز معايا الكام ثانيه اللي جايين دول، لان هقول لك ازاي ممكن بعد 10 شهور تلاقي نفسك بتتكلم انجليزي من غير ما تترجم. في 3 اسباب رئيسيين بيخلوا اي حد يبدا انجليزي ما يكملش. 1، البدايه الغلط، زي انك تحفظ كلمات منفرده وتذاكر قواعد الجرامر وتحاول تكون جمله بنفسك. 2، انك تعتمد في تحقيق هدفك على المشاعر، زي انك متحمس مثلا وبعد اسبوع تلاقي الحماس ده اختفى، وده ببساطه لان الحماس ده عباره عن شعور والمشاعر متقلبه ومتغيره. 3، التسويف، ان عقلك يقنعك ان لسه بدري او ان انت لسه مش جاهز تاخد الخطوه، والتسويف هو اسوأهم، لانك بعد سنين كتيره جدا هتكتشف انك لسه واقف مكانك. احنا عملنا لك حاجه مختلفه، سيستم كامل مخصوص لدماغك انت. بدل ما تحفظ كلمات منفرده، انت بتسمع وتكرر جمل جاهزه في مواقف حقيقيه، في المطار، في المطعم، في الصيدليه، في جوب انترفيو وغيرها من المواقف كتير. حتى في المواقف المحرجه يا راجل، ده انت حتى لو هتتخانق انا سايب لك جمل عشان تعرف تتخانق بيها بالانجليزي. ده غير كورس المحادثات والنطق، وكمان هعلمك ازاي تمارس الانجليزي مع الذكاء الاصطناعي، بحيث ان يبقى عندك مدرس بيصحح لك اخطائك 24 ساعه. بص معايا كده. Hey, I would like to practice my English. Sure thing. I got you. We can absolutely keep going in English. So go ahead, just pick any topic that pops in your mind and Can you speak slower please? Of course, I can slow it down a bit. No rush at all. زي ما انت شفت كده بقدر اتكلم مع الذكاء الاصطناعي اي مده انا عايزها. يعني باختصار دماغك هتتعلم ان هي تتكلم انجليزي زي ما اتكلمت عربي بالظبط، وزي ما الطفل الامريكي يتعلم يتكلم انجليزي. وبالنسبه لموضوع الحماس، عايزك ما تقلقش، انا عامل لك كتيب مخصوص اسمه بناء العادات، واللي من خلاله هتعرف تكنيكس مهمه جدا، هتعرف ازاي تبني عاده مذاكره تستمر معاك حتى في الايام اللي مودك مش مساعدك فيها. وبالنسبه للتسويف ما تقلقش، انا عامل لك كتيب مخصوص اسمه القضاء على التسويف، واللي هتلاقي فيه اساليب وحلول تقضي على التسويف من جذوره. بس ارجوك اوعى تسوف قراءة الكتيب ده بالذات. واللي يأكد لك كلامي ان اكتر من 200,000 طالب في الوطن العربي جربوا الطريقة دي، وناس كتير جدا بدأوا وهم مبتدئين ودلوقتي بيتكلموا بثقة. وممكن من خلال اللينك ده تشوف آراء وريفيوهات الناس اللي بدأوا الرحلة دي. و10 شهور مش وقت طويل، 10 شهور كافيين ان هم يغيروا مستقبلك وتخليك تتكلم وتفهم وتستخدم الانجليزي بكل سهولة. واحجز نسختك دلوقتي من كتاب اهم 5000 جملة هتحتاجهم في الانجليزي مع السيستم الكامل، وابدأ رحلتك من النهارده.